ذكر لنا القرآن الكريم العديد من القصص للنساء اللواتي تم ذكرهن دون الإشارة صراحة إلى أسمائهن، وهن من نساء العالمين المخلدات. ذكر بعض العلماء أن من بينهن زوجة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قيل إن اسمها صفورة، وهي ابنة شيخ من شيوخ مدين في فلسطين. فمن منا لا يعلم قصة نبي الله موسى عليه السلام، فهي قصة مليئة بالعجب والمعجزات الباهرات والآيات الكبرى التي تحار فيها العقول والألباب، ولكن قليلين هم من يعلمون من هي زوجة نبي الله موسى عليه السلام ومن هم أولاده، وكم امرأة تزوج نبي الله موسى عليه السلام، ومن هي أشهر زوجاته التي وصفها الله عز وجل في القرآن الكريم بالحياء في قولها ومشيتها، وذكرها ببرها بوالديها وتحملها للمسؤولية معه، وما هي قصتها. كل هذا وأكثر نعرفه إن شاء الله في حلقة اليوم، فتابعونا. ولكن في البداية ندعوكم مشاهدين الكرام إلى تسجيل إعجابكم بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله تعالى. فتابعونا، والدال على الخير كفاعله. قصة صفورية زوجة النبي موسى عليه السلام. إن علماء الإسلام يشيدون بصفورة أو صفورية كامرأة مؤمنة صابرة محبة لزوجها، وتحدثوا عن جمالها وشخصيتها الرائعة. قالوا عنها إنها كانت كريمة تكرم ضيوفها والغرباء، وهي بالنسبة للكثيرين ابنة نبي، والغالب أن ذلك ليس صحيحا، فأبوها شيخ من شيوخ مدين كان رجلا صالحا مؤمنا، ولكن لم يثبت أنه نبي، وليس هو على القطع نبي الله شعيبا عليه الصلاة والسلام، فإن شعيبا عليه السلام متقدم على نبي الله موسى عليه السلام بقرون كثيرة وأزمان متباعدة. ولا يلزم من ورود موسى أرض مدين ووجود شيخ كبير صالح فيها يزوج موسى إحدى ابنتيه أن يكون هذا الشيخ الكبير هو شعيبا عليه السلام. ولم يرد خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن الرجل الذي صاهر موسى عليه السلام بمدين هو شعيب عليه السلام، بل إن القرآن أكد على أن بعث موسى عليه السلام بعد قرون متطاولة من إهلاك قوم شعيب عليه السلام. والمعلومات عن صفورية زوجة موسى عليه السلام قليلة جدا وصعب توافرها، فأكثر المعلومات عنها جاء من كتب الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. قال ابن مسعود رحمه الله فيما نسب إليه ورضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: صاحب يوسف حين قال لامرأته أكرمي مثواه، وصاحبة موسى عليه السلام حين قالت يا أبت استأجره، وأبو بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيل هي صافوراء أو صافورية أو صفورية، ويسميها الأوروبيون صفورة أي العصفورة، والله أعلم. قيل هي ابنة النبي شعيب عليه السلام، وقد دحضنا هذه الشبهة التي جاءت في بعض الروايات، بينما يقول آخرون ومن بينهم ابن كثير إن والدها كان شيخا من شيوخ القبائل، وهذا هو الأحق وهذا هو الأقرب إلى الصواب، كان رجلا صالحا. قال وشعيب عليه السلام هو النبي الذي بعث لأصحاب الأيكة وهم قوم مدين الذين كانوا يعبدون شجرة ملفوفة، وتزوجت صفورية بالنبي موسى عليه السلام، وكانت نموذجا للمرأة المؤمنة ذات الفراسة والحياء، وكانت قدوة في الاهتمام باختيار الزوج الأمين العفيف القوي الحيي. وقيل إنها ولدت له ابنين، أحدهما اسمه جرشوم والثاني أليعازر، والله أعلم. وقصة لقاء موسى عليه السلام بصفورية ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. تبدأ قصة معرفة موسى عليه السلام بزوجته صفورية بعد وصول موسى عليه السلام أرض مدين في فلسطين فارا من فرعون وبطشه، إذ إن موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون مصر الظالم، فقد شب نبي الله موسى عليه السلام في قصر فرعون وتربى تحت عينيه. فقد خرج موسى عليه السلام في يوم من الأيام في وضح النهار، وكان الناس منشغلين وغافلين. دخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، فرأى هذين الرجلين يتقاتلان ويتضاربان،
كان أحدهما من شيعة موسى عليه السلام أي من بني إسرائيل، وكان الآخر قبطيا مصريا. فلما استغاث الرجل الإسرائيلي بموسى عليه السلام على ذلك القبطي المصري، أقبل إليه موسى عليه السلام فوكز المصري فقضى عليه دون أن يقصد أن يقتله، فمات القبطي من ضربة موسى. وقد كان هذا القبطي كافرا مشركا بالله، ولم يقصد سيدنا موسى عليه السلام قتله أبدا، وإنما أراد صده وزجره وردعه وإبعاده عن الإسرائيلي. هرب الرجل الذي من بني إسرائيل، حينها قال موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. واستغفر موسى ربه عز وجل فقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فأخبرنا الله عز وجل أنه قد غفر له. فعند ذلك أصبح موسى عليه السلام بمصر خائفا يترقب الأمر والخبر، فكان يسير في المدينة يتلفت يمنة ويسرى. فبينما هو كذلك وجد موسى نفس الرجل الذي استنصره بالأمس يصرخ ويستغيث موسى مرة أخرى على رجل مصري آخر قد قاتله، فعنفه موسى عليه السلام ولامه على كثرة شره ومخاصمته. ثم أراد موسى عليه السلام أن ينصر هذا الذي من بني إسرائيل على ذلك القبطي المصري الآخر. فلما عزم موسى عليه السلام على ذلك وأقبل على القبطي يريد صده ومنعه، ظن الرجل من بني إسرائيل أن موسى أراد أن يبطش به هو كما عنفه آنفا، فرد عليه وقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع الرجل القبطي المصري ما قاله هذا الرجل الإسرائيلي، علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الرجل المصري بالأمس، فانطلق إلى فرعون وملئه وأخبرهم بذلك، وشاع خبر موسى عليه السلام بينهم، فأرسل فرعون جنده في طلب موسى وأمر بقتله. وسبقهم رجل صالح من شيعة موسى عليه السلام ليحذره وينصحه، قيل اسمه شمعون والله أعلم، فجاء مسرعا إلى موسى فأخبره وأنذره من فرعون وجنده، فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك اخرج يا موسى من هذه البلدة الظالم أهلها إني لك من الناصحين. فخرج موسى من مصر هاربا بلا زاد، وتوجه إلى أرض الشام تلقاء مدين. ثم دعا موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: رب نجني من القوم الظالمين. وظل موسى عليه السلام يسير في طريقه إلى مدين، وقد وجد فيه ما وجده من التعب والجوع والعطش، حتى وجد زحاما شديدا على بئر ماء عليه مجموعة كبيرة من الرعاة والسقاة يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تدفعان وتمنعان أغنامهما عن الماء وأهله حتى يفرغ الناس وتخلو لهم البئر. فأقبل موسى عليه السلام يستفسر عن حالهما، فأخبرتاه بحالهما وقالتا لموسى: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينصرف الناس ويصرفوا مواشيهم عن الماء ويعودوا إلى بيوتهم، وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يأتي بنفسه. ويقال إن هذا الشيخ هو رجل ممن آمن مع النبي شعيب عليه السلام، أو آمن برسالته وبعثته ونبوته، والله أعلم. وإن كان هذا القول أقرب إلى الرد أيضا، إذ إن بين موسى وشعيب مسافة كبيرة من الزمن. ثم سقى لهما موسى عليه السلام. ويقال إن موسى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البئر، قيل إن القوم لما رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البئر بحجر لا يرفعه إلا 10 من الأنفار، فجاء موسى عليه السلام ورفعه بأمر الله وحده، وسقى للفتاتين، ثم لجأ إلى ظل شجرة بعد مشقة السفر، فتوجه إلى الله تعالى بالدعاء متضرعا ليكفيه هم جوعه وعطشه، فجعل الله تعالى له الفرج. فعندما رجعت الفتاتان لأبيهما الشيخ الكبير، استنكر أبوهما رجوعهما باكرا في هذا اليوم، فاستفسر منهما فأخبرتاه بما حصل لهما، فأمر إحداهما أن تذهب إلى موسى عليه السلام لتدعوه، فذهبت إليه تمشي على استحياء، وقالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمشى موسى عليه السلام معها وهي خلفه. وورد ذكر ذلك الموقف في القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل:
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذكرها القرآن الكريم بحيائها وبرها بوالدها. وورد تفسير الآية بأن الفتاة جاءت ساترة وجهها حياء. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما نسب إليه أنها سترت وجهها بكم درعها أو كم قميصها. وورد أيضا أنها غطت وجهها بكلتي يديها. وورد في تفسير القرآن للطبري رحمه الله من إحدى الروايات أن الفتاة مشت بين يدي موسى عليه السلام فضربها الريح فبانت عجيزتها، فقال لها موسى عليه السلام: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت. وورد في رواية أخرى أن الفتاة حين أتت على استحياء من موسى عليه السلام قال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق وأنا أمشي أمامك، فإنا لا ننظر إلى أدبار النساء. فانظر إلى أخلاق زوجة موسى عليه السلام وبرها بوالدها والسعي إلى مساعدته وتخفيف المسؤوليات والأحمال عنه. فرغم صعوبة رعي الغنم وسقايتهم إلا إنها وأختها قمن بأداء العمل عن والديهما ولم يشغلاه به لكبر سنه، فخففا عنه عناء ذلك الأمر. فلما دخل عليه رأى العشاء مهيئا وهم جالسون، فدعاه للجلوس، فجلس موسى عليه السلام وأكل. ثم سأله الشيخ عنه عن قصته فقصها عليه. قال الله تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال الشيخ الكبير لموسى عليه السلام: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين. وفي قول اسمها صفورة والأخرى ليا. وقال ابن إسحاق صفورة وشرقا. وقال غيرهما الكبرى صفراء والصغرى صفيراء. وقيل زوجه الكبرى. وذهب أكثرهم إلى أن زوجته الصغرى منهما واسمها صفورة، وهي التي ذهبت لطلب موسى عليه السلام بأمر أبيها لها. وقال بعض العلماء إن موسى عليه السلام بعد أن خير بين الفتاتين اختار الصغرى لأنها أرشدته طريق والدها، فعرف منها حياءها وأخلاقها فرجحها على أختها ثم تزوجها. وقيل إن اسم زوجة موسى عليه السلام هو صفورة، وقيل صفورية، وقيل إن اسمها صفورة وهي التي تزوجها موسى عليه السلام، قيل والأخرى اسمها شرقاء، والله أعلم. ثم قال له الشيخ مقابل ذلك: أن تكون أجيرا لي 8 سنين. قال الفراء: يعني تجعل ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي 8 حجج. وتقول العرب: آجرك الله بأجرك، أي أثابك. وإن أتممت 10 سنين فذاك كرم وتفضل منك وليس بواجب عليك. فقال موسى عليه السلام للشيخ الكبير: الأمر على ما قلت، فأيهما قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول شهيد ووكيل. قال الله عز وجل شأنه: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وعمل موسى عليه السلام لدى الشيخ في رعي الغنم 10 سنين كاملة، فزوجه ابنته صفورة. واشتاق موسى عليه السلام لمصر وأهله، فأراد أن يعود إليها متخفيا، فسأل زوجته أن تطلب من أبيها أن يعطيها بعض غنمه يعيشون منها، فأجزل الشيخ لهما العطاء ومنحهما كل ما ولدت أغنامه في تلك السنة. وخرج موسى عليه السلام من ديار شيخ مدين في طريقه إلى مصر، ومعه زوجته صفورة وابناه جرشون وآل عازر أو عازر، ومعهم أغنامهم، والله أعلم. ضربوا في الصحراء في ليلة مظلمة باردة، قيل فتاه، ولم يهتدوا إلى الدرب المألوف أو المفروض، ولم يفلح المصباح الذي يحمله موسى عليه السلام في أن يبين له الطريق. قيل جلسوا في مكانهم فأبصر موسى عليه السلام عن بعد نارا تتأجج في جانب الجبل، وقصد موسى عليه السلام إلى تلك النار التي رآها، فوجدها مشتعلة في شجرة خضراء من الشوك،
فتزداد النار اشتعالا وتزداد الشجرة اخضرارا. فوضع موسى عليه السلام يده على وجهه من شدة ذلك النور، فناداه ربه سبحانه وتعالى دون حجاب، وأمره أن يخلع نعليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة وفي تلك الليلة المباركة. وخاطبه عز وجل بأنه رب العالمين الذي لا إله إلا هو. وأنعم الله جل شأنه بالنبوة على موسى عليه السلام، وأمره الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى الإيمان والتوحيد. وحدث ما حدث من ظلم فرعون وجنوده، وصبر موسى عليه السلام وزوجته وأهله. قيل ولما عاد موسى عليه السلام من الطور وجد امرأته صفورة قد ولدت له ابنا، فحملها إلى مصر وأقام بمصر يدعو فرعون إلى الإيمان. قيل وماتت صفورة في حياة موسى عليه السلام، والله أعلم. ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة كثير من التفاصيل في قصة زواج نبي الله موسى عليه السلام، فإن القرآن العظيم يعطينا العبرة والعظة من الحدث، ولا يذكر إلا ما فيه خير ونفع وفائدة. وأما ما ورد غير ذلك من التفاصيل في قصة صفورة فهو من الإسرائيليات التي لا دليل على صحتها، ومن تلك الروايات التي لا نثبت صحتها ولا نؤكدها بشيء الرواية التي يرويها اليهود لصفورية زوجة موسى عليه السلام، والتي تقول إنه في حوالي 1450 قبل الميلاد عثر على طفلة صغيرة سوداء على ضفاف البحر الأحمر، أطلق عليها اسم صفورة أو العصفورة، فلون جلدها كان من المفترض أن يحكم عليها بمستقبل مظلم، فهي بلونها هذا أشبه بالعبيد والخدم، لولا شعيب الذي تبناها فقرر أن يهتم بنفسه بتعليمها، فأصبح يطلق عليها صفورة الحكيمة. وقيل إن الشيخ هو شعيب النبي الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا كما قلنا مشاهدين يرده كثير من الأدلة المعاكسة، وأمثلها وأقربها وأحقها أن بين موسى عليه السلام والنبي شعيب من قبل قرون وسنين طويلة. وقال الكثيرون من أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسعدي وغيرهم إن هذا الرجل الذي جاءه موسى عليه السلام وتزوج إحدى ابنتيه ليس هو النبي شعيب الذي بعثه الله عز وجل إلى أهل مدين، فشعيب النبي عليه السلام كان قبل ذلك في الفترة الزمنية الواقعة بين عهد يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام. ومنهم من قال بأن هذا الشيخ هو يثرون ابن أخي شعيب عليه السلام، وأن هذه الأحداث كانت بعد موت شعيب عليه السلام. وهناك من قال من أهل العلم أنه هو شعيب النبي، وممن قال بهذا الرأي الإمام القرطبي رحمه الله، والذي رجحه أهل العلم الثقات أكثرهم أنه ليس شعيبا النبي عليه السلام. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.